عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ ام علم، ورجعت لكم تاني بقى في الجزء التاني بتاع الروتين العيد بتاع المطبخ بتاعي اللي قلت لكم ان انا اغيره. بجد فعلا الموضوع دون بيرهق قوي وبيبقى متعب، بس بتلاقي نتيجة حلوة في الاخر. انا عندي العيون البوتاجاز زي ما وريتكم ان انا نقعتها في الخل والبيكربوناتو زي في الفيديو الاولاني اللي هو الجزء الاول، وده الجزء الثاني من الروتين العيد بتاع المطبخ بتاعي اهو. بعد كده انا طبعا البيكربوناتو بيخليها تفور، انا بسيبها ليلة كاملة العيون. وبرضو بجيب الشبك برضو ده، لو في كيس كبير ممكن تحطيه جواه كده وتحط الخل جواه وتنقعيه بالبيكربوناتو. بس انا لقيت الكيس ده كده طويل يعني، بس مش هيقفل عليهم. عادي ممكن تحطيهم بقى في طبق زي كده وتميليه عادي، مش مشكلة اهو. اهم حاجة ان الخل يوصل لهم من ورا ومن قدام. برضو قلبت العيون الشبك الناحية التانية. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، لان الفيديو ده بجد خد مني يعني تعب ما اقولكمش يعني. وعندي هنا برضو الشفاط زي ما انتوا شايفين كده، برضو كان متراكم عليه الدهون كتير قوي. برضو حطيت عليه الخل وحطيته كده في البانيو بتاع ابن الصغير. وبعد كده حطيت رشيت بقى برضو البيكربوناتو عليه اهو. بيخليه يفور برضو بسرعة، وبرضو هخليه ليلة كاملة جنب عيون البوتاجاز. بصوا معلش بقى الكاميرا عشان انا هنا في التصوير، اعذروني. بعد كده هنا دلوقتي بقى بعد تاني يوم همسك بقى كل الشبكة كده. مسكت الشبكة الاول، بقيت ادعك بالسلكة الستانلس دي. لقيتها ان هي برضو لسه في حتت كده صغيرة، وانا عايزة ان الشبك بتاعي يبقى زي الفل كده، واحس ان هو ان انا تعبت فيه وجاب لي نتيجة حلوة. فجبت السكينة كده او اي حاجة حادة. بصوا بتطلع على طول. بكحت كده يعني، بدوس كده كويس وبحاول ان انا اطلع الدهون السودا بقى اللي كانت متراكمة برضو عليه دي. انا برضو البوتاجاز بتاعي ما بسيبهوش يعني على طول، بس فترة التعب بتاعي بس هو اللي خلى الدهون بقى متراكمة عليه. وبعد كده بصوا اول ما بحط السكينة عليه هو بيطلع على طول، ما بياخدش. بصوا يعني شفتوا الحاجات اللي بتقع في الارض دي كلها الدهون والاكل بقى بيقع من الحلل وكده. واهم حاجة برضو ننظف الزاوية اللي في الزاويات اللي في الشبك، ما بين الشبك وما بين بعض. يعني في الزوايات دي مهم قوي ان احنا نعملها بالسكينة او بمعلقة، بس السكينة بصراحة بتنجز معانا. بصوا وبرضو بقى هنا جبت جنبي هنا الصابون والخل والبيكربوناتو. اول بقى ما بمشي عليه السلكة الستانلس دي، بحس كده بروقان في الشبك ان هي خلاص بتنضف بقى يعني. بصوا بعد ما بصوا لو تلاحظوا بقى هنا الزوايا برضو ما بقاش فيها اللي هو الدهون السوداء دي. بحاول ان انا ارجعها جديدة يعني. بصوا والشبكة التانية برضو اهو. البيكربوناتو والخل بينجز معايا بصراحة في التنظيف. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، والأول مرة يشوفني يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا اللايكات مهمة قوي عشان هي دي اللي بتحسسني ان فعلا
ان تعبي في الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى هنا دلوقتي برضو ايه يعني، بصوا لو تلاحظوا هنا بقى ايه ان الشبك كده تحسوا فيه روقان. بصوا يعني مفيش اي حاجة سودة ولا اي حاجة في الزوايا اهي. بصوا يعني اكنها ايه رجعت جديدة تاني. انا البوتاجاز ده من ساعة ما اتجوزت ما شاء الله عليه، يعني ايه كنت جايباه يونيفرسال. بصراحة احلى حاجة يونيفرسال في البوتاجازات. هنا ده بقى بصوا كمية الدهون. بصوا اول ما بحط السلكة بصوا يعني اهو، وده كان عليه كمية سواد زي ما انتوا عارفين برضو. بصوا اول ما بحط السلكة اهي، انا بقى بجيب من المية اللي في الطبق دي، ده الخل والايه والبيكربونات. والبيكربونات بنجيبه من العلاف زي ما انتوا كلكم عارفين. بحاول ان انا اطلع برضو الحتة السوداء دي. بصوا كل الحاجات السوداء اللي تحت العيون دي برضو من الايه من الشبك بتطلع معايا. حتى يا جماعة لما نغسل برضو بالخل والبيكربوناتو، النار بتاعة البوتاجاز لما بتيجي تشغلي البوتاجاز بتبقى زرقاء، ما بتبقاش مثلا هي الحمرا وتقعد تهبط بقى على الحلل وكده. بتبقى النار بتاعتها رايقة كده ولونها زرقاء، ما بتبقاش ايه وحشة على الحلل، يعني ما بتسودش الحلل بمعنى اصح. هنا بقى عندي كده ايه الخرطوم، اشغل بقى. بصوا كمية الدهون اللي كانت عليه بصوا، والسواد بقى اللي فيه بصوا خلاها ايه رايقة وبقت زي الفل. هنا برضو اهو، انا عن نفسي بصراحة راضية عن النتيجة اللي طلع ليها البوتاجاز ده. برضو هنا برضو ايه كل الاجزاء بتاعة البوتاجاز برضو غسلتها من ورا ومن قدام اهو. بصوا ما بقاش فيها اي نوع كده من الايه من السواد. دلوقتي بقى هنيجي لعم الشفاط. بصوا يعني بصراحة بصوا البيكربونات والخل، اول ما حطيت برضو السلكة على حتة البكرة دي بتاعة الشفاط، بصوا مخدش معايا ايه وقت. بصوا منور كده وبقى لونه جميل. بصوا ولونه فتح تاني. بصوا بقى هنا انا في الدهون دي بقى برضو، يعني لما يبقى معاكي هنا بقى مية سخنة بتنزل بقى بتساعدك جامد. فانا كنت مشغلة السخان جنبي، هفتح بقى المية السخنة واحاول ان انا ايه ارش على الحتة اللي انا ايه هغسلها. بصوا بقى بعد ما فطرت بقى البقرة دي بقت بصوا زي الفل. وبصراحة المية السخنة لما بتحطيها على كده بتشغليها كده بتكون مية ايه يعني مش مية مغلية قوي برضو، عشان الشفاط ده بلاستيك. بصوا يا دوب بس ايه بحط اول ما بحط المية الحتة اللي انا هغسلها هرش شوية، وبعد كده ايه بصوا انا حطيت شوية صابون كده، شوية صابون سايل. واول بصوا ما احط السلكة هحس بفرق جامد، هحس فعلا ان انا الدهون بتطلع معايا. بصوا من غير تعب ولا اي حاجة. وعلى طول بقى في الدهون بالذات تبقى جنبك المية السخنة، والحتة اللي انت بتغسليها ترش مية سخنة على طول، عشان ايه الدهون ما ترجعش تلزق تاني في الحتة اللي انت غسلتيها. بصوا
يعني ما شاء الله رجع جديد زي ما كان. بصوا الجزء ده بقى ما رشتش برضو، كل ما بقول لكم كل ما نرش حته نروح غسلين. ما تنسونيش بقى يا جماعه في اللايك والاشتراك. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يعني اكيد انتوا حاسين بيا المعاناه اللي انا بعانيها في غسيل الشفاط وعيون البوتاجاز. بصوا ما شاء الله، اول ما بعدي السلكه بس عليه كده اهو. انا خلاص بقى البانيو الصغير ده بقى فيه ميه سخنه، وبحاول ان انا اجيب بقى من فيه بقى السلكه كده وبتتغسل على طول، والدهون تنزل على طول. بصوا رجع جديد بقى زي الفل. وشوفوا كمان الصور هتخلوها برضو. استنوني برضو في الفيديو اللي جاي، لسه انا مخلصتش المطبخ